مناقشات أعضاء اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني لمشروع قانون المالية 2017 لم تنتهي فقط بموافقتهم على كل الرسوم الجبائية التي سيفرضها المشروع على المواطنين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بل بادروا بفرض ضرائب جديدة، منها ما تعلق برفع الرسوم على عملية التعبئة للهاتف النقال وضريبة استعمال الإنترنت. فقد أضافوا رسوم جديدة لم تأتي بها الحكومة، كالرسم مثلا على تعبئة يعني المكالمات الهاتفية بالنسبة للهاتف النقال التي كانت 5% ارتفعت نسبتها إلى 7%، وكذلك الشأن بالنسبة للإنترنت، لم تكن هذه الرسوم يعني من قبل في مشروع الحكومة، فرفعوا النسبة من 7% إلى 19%. إجراء أعضاء اللجنة لقي انتقادات لاذعة من قبل زملائهم في المجلس على اعتبار أن مهام النواب هي مراعاة القدرة الشرائية للمواطن وليس العكس. هو في كل برلمانات العالم أن نواب الشعب الأصل يقفون مع الشعب، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالضرائب والرسوم التي تسلط على المواطنين، إلا عندنا في الجزائر وعن طريق هذه الأغلبية التي أوجدوها سنة 2012 وقد وجدت لتمرير كل ما يأتي من طرف الحكومة وزيادة. ففي قانون المالي 2016 العام الماضي أضافوا زيادات على البنزين لم تأتي بها الحكومة. يبدو أن حمى التشريعيات وحرب القوائم هي من تقف وراء تصرفات بعض النواب التي شارفت عهدتهم النيابية على الانتهاء، في ظل حاجة الحكومة إلى ممثلين لها في البرلمان في عز الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد.